الذي لم يدخر مهندسوه جهدا حتى لا يكون مآله مثل اتفاقي كيوتو وكوبنهاغن 2009 اللذين يصفهما الخبراء بالمؤتمرين المخيبين للآمال. وقد كان لاتفاق باريس الجرأة لفرض احترام حقوق الإنسان بشكل صريح من قبيل الحق في الصحة والمجتمعات المحلية والمهاجرين والأطفال والأشخاص المعاقين والأشخاص في وضعية هشة والحق في التنمية، فضلا عن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والإنصاف بين الأجيال. ويتعين على كوب 22 بمراكش رفع تحديات إدماج هذه الحقوق في السياسات الوطنية بغية وضع حد للفوارق. كما ستكون هذه القمة الكونية مناسبة لتطوير برامج عمل بشأن المناخ المتوقعة في مخطط باريس ليما وباريس مراكش. وستكون الفلاحة التي تشغل أزيد من 60% من الساكنة النشيطة في إفريقيا حاضرة في النقاشات والمفاوضات. كما يتوجب على الدول الإفريقية التي تتحمل مسؤولية أقل في انبعاثات الغازات المسببة